wait wait I have I I have a new idea. Wait a minute. حلو ولا اشيله خالص؟ عملت قفل. اتعودوا على السيت اب ده بقى او اي حاجه، مش عارف ارتب المكان اتصور فيه عشان اللون الاسود بجد كان خانقني خنقه يعني. ندمت اني اشتريت ستاره لونها اسود اهي جنبي، مش هعلقها. هو المنظر مش الطف حاجه انا عارف، بس هنتطور مع الايام يعني، وان شاء الله لما ارباح اليوتيوب تبتدي ان هي تشتغل معايا. انا ربح اليوتيوب على الفيديوهات اللي فاتت كلها كان 80 سنت تقريبا، مش مكمل دولار يعني، فاسمعوا الاعلانات للاخر. اسمعوا الاعلانات للاخر عشان عايز فلوس عشان نظبط الدنيا. انت لو سمعت الاعلان للاخر الشغل بتاعي هيتطور اكتر، وهتلاقي فيه فيديوهات احسن من الاول. السلام عليكم يا جماعه. النهارده هنتكلم عن موضوع بقينا بنسمعه بشكل شبه يومي. بقينا كل يوم نسمع ان في شخص انحبس على السوشيال ميديا، تيك توكر اتحبس، تيك توكر اتقبض عليه، تيك توكر مش عارف ايه. كل يوم بيحصل حاجات زي كده. الموضوع بقى غريب لدرجه انك ممكن تفتح الاخبار او تلاقي على اي سوشيال ميديا مره واحده اشهر 3 يوتيوبرز انت تعرفهم او 3 تيك توكرز انت تعرفهم اتحبسوا. مثلا عندك شاكر، عندك مداهم، سوزي، عندك في اليوتيوب محمد عبعاطي. في ناس كتير اتحبست يعني. مش عارف، خايف ياخدوني بسبب الكلمه اللي قلتها في الفيديو اللي فات. يعني لو الفيديو ده اتشاف، يعني لو الفيديو ده جاب ريتش وهيسمعوا الكلمه دي، فهم راجعين الفيديو اللي فات بقى يشوفوا الكلمه اللي انا قلتها ايه، وهتحبس معاهم. ويبقى كده ايه، قبل ما نبدا هكون اتحبست. للناس اللي ما تعرفنيش، انا مصطفى كمال، بعمل محتوى غريب، حبه كوميدي حبه مش كوميدي. فانت لو مهتم بالمحتوى الغريب ده ارزع سبسكرايب وفعل الجرس عشان اي فيديو جديد انزله تكون انت من الاوائل اللي هيكتبوا كومنتات، عشان اسمك يتكتب مع اول 10 اشخاص هيكتبوا كومنتات في الكشكول. اول ما الكشكول يتملي هتلاقي ان انت اكتر 3 اشخاص ليهم جوائز عندي بالترتيب بقى، الاول والثاني والثالث. الجوائز هتكون افضل على حسب الترتيب. فانا هروح اجيب الكشكول ونرجع نكمل الموضوع. دول الاشخاص اللي كانوا كاتبين كومنتات على الفيديو اللي فات، فيا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتكتب لي كومنت جميل زيك كده، تعمل شير عشان الريتش اليومين دول في الزبادي خالص يعني. مش الريتش الريتش الناس بتبدا بريتش قليل بعدها بيزيد. انا عندي العكس، الفيديو الاول 66000 مشاهده، الثاني مش عارف كام، اقل لحد الفيديو الاخير بتاع امبارح ده وصل 200 لايك. على فكره يا جدعان الواي فاي خلصان وانا هشغل الفيديو من باقتي، فانزل اعمل لايك بقى وسبسكرايب وشير واسمع الاعلانات لحد الاخر عشان اجدد النت. في حاجات ما ينفعش اقولها بس بقولها بقى، انتوا اخواتي بقى، انتوا مش غرب خلاص يعني. فاول حد هنتكلم عليه النهارده اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا وبقى ترند اول على التيك توك ما شاء الله، شاكر. يا معلم شاكر اتقبض عليه. بيقولوا ان شاكر، كان في ناس طلعت كده شافت ان شاكر، بصوا انا عشان اختصر عليكم الكلام بس عشان هعرض لكم الشكل يعني هعرض لكم بطريقه الفيديوهات عشان انا الكلام بتاعي مش هقدر اوصل بيه الصوره كامله. شاكر اتقبض عليه مخدرات وحاجات زي كده، بس انا شايف الصراحه من وجهه نظري ان الحوار ده متلفق له. شاكر ما عملش اي حاجه باين عليه، يعني هو باين عليه ان هو ما بيشربش او اي حاجه. مداهم اتقبض عليه بحاجات زي كده. مداهم يمكن عشان هو باين عليه شويه، مش قصدي حاجه بس هو باين عليه عشان ما تحبسش. انا مش ناقص تاخدوني معاكم، ماليش دعوه، لسه صغير. فانتوا كده حبستوه، فانا بقول لكم يعني انتوا صح، يعني انتوا الحكومه ما بتغلطش. شاكر انا شايف ان هو الموضوع متلفق له من وجهه نظري. مش باين عليه ان هو بيعمل حاجه خالص. هو ممكن حوار غسيل الاموال ده الصراحه. ايه هو غسيل الاموال بقى؟ وغسيل الاموال ده ازاي؟ عشان في ناس كتير مش فاهمه الموضوع. بص يا معلم، غسيل الاموال ده انك بتاخد واحد اجنبي سرق فيزا، تمام؟ فهو بيسرق فيزا مثلا عليها 20000 دولار، فبيبيعها لشركه بتاعت غسيل اموال ب 10000 دولار. فاهمني؟ بيبيع ب 10000 دولار ليه؟ مع ان فيها 20000 دولار. هتقول لي طب هو ما خدهمش ليه؟ هقول لك ما هي الدوله هتعمل له مساءله قانونيه، فهو بيبيعها وبياخد ال 10000 دولار ومع نفسه كده. فال 10000 دولار دول هو الشخص اللي اشترى الفيزا بيقوم رايح لتيك توكر بيدعمه بال 20000 دولار. فالتيك توكر ده بينزل له دعم من 20000 دولار. التيك توك بياخد نصيبه، المنصه بتاعت تيك توك بتاخد نصيبها، ومثلا بينزل له 10000 دولار اللي فاضل. فالهدايا اللي بتنزل له بتتحول ل 10000 دولار مثلا. فهو ال 10000 دولار دول بيعمل بيهم ايه؟ بيقوم الشخص اللي دعمه اللي متفق معاه بيقوم واخد النسبه بتاعته ويدي شاكر نسبته. شاكر، مش قصدي شاكر بعينه، انا بتكلم بقى، انا هو جبته كمثال غصب عني.
فده موضوع غسيل الاموال. لو فهمت يعني يا ريت تكتب لي في الكومنتات انك فهمت، ولو ما فهمتش فخش بقى على التيك توك او شوف اي حد يشرح، انا ما بعرفش اشرح. بصوا هنشوف الاول اول واحده علياء اللي قلبت الدنيا. الظابط قال لي ان انت مالكيش في اي حاجه، والمحامي قالوا عليها قمر وخط احمر، عليها قمر وخط احمر. الظابط قال لي ان انت مالكيش في اي حاجه، والمحامي خرجتوها ليه يا جدعان؟ دي هي اللي حبست التيك توك. يعني ما شاء الله التيك توك شغال من 2018 زي الفل، والناس شغاله لايفات وبتاع. هي اول ما رشقت في الموضوع التيك توك اتقفل خالص. تسلم عليها، وهي طالعه هي اللي خرجت. شوف الفيديو اللي بعده. هي اتحبست بعد الفيديو. يعني هي لحظه، هي اتحبست. بص هفهمكم الموضوع. هي في الاول الناس طلعوا اشاعه انها اتحبست، فهي طلعت في لايف قالت انا ما اتحبستش، فبعديها قامت محبوسه، فجت بعديها خرجت، فقامت طالعه عامله الفيديو اللي انتوا شفتوه من شويه وقالت ان انا ما اتحبستش، فبعدها قامت محبوسه تاني. فاهم حاجه؟ مش هتحبس غصب عن عين التخين، مش هتحبس. ده اللي ميزنا. الله يبارك فيكم. يا جماعه انا يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى مفيش اي حاجه ليا، ولا طلعت بخدش الحياء، ولا طلعت فيديو ليا استغفر الله العظيم. الحمد لله بتلقح بس كمل. الحمد لله، ولا في خدش حياء ولا الكلام اللي انت بتقوله اكيد مش بتلقح عليا انا، هي بتلقح على ناس تانيين. يعني انا ما حدش بيشوفني اصلا. عليه ده. يسلم عليك. ايه توفيق يسلم عليك. ازيك يا توفيق، عامل ايه؟ رسالة حب لتوفيق الحديدي. انت بص، انا بدأت فيديوهات بسببك اصلا. يعني انا كنت بسمع فيديوهات، لو خدتوا بالكم هتلاقوا البتاع دي هتلاقوا الانترو بتاعتي. بص يا معلم، دي الانترو بتاعتي ودي الانترو بتاعت توفيق الحديدي. تمام؟ شوف بقى انت الفرق بينهم بقى، لو عرفت تفرق بينهم قول لي بقى. والله يعني هو اول ما بدأت هو كان مصدر الهام، يعني فاهمين؟ استاذ شيرين هو كان شيرين هو كان عمال يساعدك من الصبح ويطمن عليك. شكرا يا شكرا يا استاذ جماعه. توفيق والله. وشكرا لكل سنه عليك غير توفيق. شكرا لكل حد كتب لي كلمه حلوه، وشكرا لكل حد زعل عليا لما سمع الخبر ده، لان انا مش عايز اقول كلمة كده ولا كده هتحبس انا كمان، بس ما حدش سأل عليك يا علي. اصلا ما حصلش اصلا، ولا اتحبست ولا حد. ايوه. في كومنت بيقول اتحبست بنفس الاوتفيت. تم القبض على علياء الكاميرون ضبط صناعة المحتوى لنشرها مقاطع فيديو ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياة. في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صناعة المحتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام المواقع التواصل الاجتماعي. اللفظ المسيء، كان في واحد اسمه أبو صابرين، كانت فاتحة لايف، ففي واحد اسمه أبو صابرين كان حاطط بدل الصاد، كان حاطط ظاء بدل الصاد، فهي كانت بتقول أيوة يا أبو صابرين بس بقى بالظاء بقى مش بالصاد. فتخيلوا بقى، أيوة يا أبو صابرين. تم ضبط المذكورة مقيمة بالمنوفية وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع فيديو المشار إليه لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الأرباح مالية ولا من مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وزارة الداخلية فوق. بالله عليكم عايز اتحبس بالله. أنا محترم، عمري ما قلت أدبي. هو الفيديو اللي فات، أنا على فكرة أنا عمال أقول الفيديو اللي فات، فهم يعني لو حد منهم خد باله فيقوم رايح للفيديو اللي فات اللي أنا عمال أقول ما حدش يروح، فهم هيروحوا على الفيديو اللي فات بقى وأنا هتحبس بقى. نخش بقى إيه، خلصنا من علياء.
الله لا يرجع. استغفر الله، انا اسف يا جدعان، والله غصب عني، او هي السبب، هي اللي بتخليني اقول. فبقى ايه، نشوف المعلم شاكر محظور دلوقتي، بقى شاكر محبوس دلوقتي. الجزء الثالث من قصة القبض على التيك توكرز، والموضوع ده وصلنا له لحد هنا ازاي؟ بعد ما زي ما عشان الصوت واطي. قلت لكم الموضوع بدأ عند سوزي الأردنية وكمل على مداهم محمد خالد. الاول الجزء الثالث من قصة القبض على التيك توكرز، والموضوع ده وصلنا له لحد هنا ازاي؟ بعد ما زي ما قلت لكم الموضوع بدأ عند سوزي الأردنية وكمل على مداهم محمد خالد، وبعديها أم ساجدة وأم مكة. في خبر نزل الناس اللي ما تعرفش انه مداهم اسمه محمد خالد، مع مش هو اسمه محمد خالد، بقى هنعمل ايه؟ ان وزارة الداخلية كانت بتدور على التيك توكر شاكر، وان كان في ضبط واحضار ليه، ولكن هو طلع نفى الموضوع ده كله. ولكن بعدها على طول هو دايما كده، انت ليه يعني شاكر وعلياء الاثنين لما طلع عليهم اشاعه ان هم اتحبسوا، طلعوا يتنططوا على تيك توك او محبوسين. لا مؤاخذة على كلمه يتنططوا دي، انا ما مش هتوفر على واحد. طلع في لايف وهو كان قاعد في العربية، وكان قاعد مع مدير أعماله، وكان مشغل أغنية الباشا تلميذ. لحظه بس، عشان في ناس قالوا لي انه تعليق ذوات الارواح حرام. انا بحترم اراء كل الناس، وانا بحب اسمع ارائكم وتصحيح كل الحاجات الغلط اللي انا فاهمها او الكلام ده كله. الصور دي اللي انا اعرفه انه تعليق ذوات الارواح دي لما تكون الصوره كامله، او لما يكون رسم لتجسيد كامل. اما دي يعني هنا ده نصي ده نصي، هنا رجلي مش باينه اصلا. ودي هنا دي بالذات، دي ما ينفعش يتكلم عليها اصلا، دي انا باين من هنا اصلا. المايك ده هيتخلع. انا اسف بقى، بعتذر لكم بقى عن جوده الصوت في الفيديو ده عشان ما خدتش بالي. انا عشان موصل ايه ده، انا عشان موصل التليفون بالكمبيوتر عشان يشير له نت، فالكابل لما بركب الكابل مع المايك، كابل الشاحن اللي هو اليو اس بي، لما بركبه مع المايك بيعمل صوت زنه في المايك. انا خدت بالي في الفيديوهات اللي فاتت. فانا هضطر ان انا الفيديو ده المايك ده اعتبروه ان انا بدأت قصة أو ترند الباشا تلميذ بين الناس كلها. بص يا معلم، هقول لك انا حوار ترند الباشا تلميذ ده، ولا سيبه يكمل؟ كانت فاكرة إن هي رسالة منه، إن هو لما نشغل الأغنية دي. لا والله انا مكمل. بص يا معلم، الموضوع بتاع باشا تلميذ ده يا معلم، الموضوع كله انه شاكر الناس فاكره ان هو ظابط متخفي دخل تيك توك، منه كان ظابط قبل كده وبعد كده قدم استقالته. فالناس فاكره ان هم عامل الموضوع ده كله عشان خاطر يدخل التيك توك، وقعد سنه واتنين عشان خاطر يتشهر والناس تحبه على انه شاكر الشخص العادي مش الظابط. فيجي بعدين يقوم حابس الناس اللي في التيك توك واحد واحد. فالناس افتكرت كده، فهو طالع بقى ايه، عامل فيها الباشا تلميذ بقى، وطالع في الفيديو اللي هو مشغل لك اغنيه الباشا تلميذ وبتاع. وانا بقى ايه، كلامكم طلع صح وكده. جه في الاخر الحكومه لما شافت الفيديو ده قامت حبساه. ليه يا شاكر يعني؟ هو اللي بلغ عليهم، اللي بلغ على كل واحد من التيك توكرز اللي اتقبض عليهم دول. وبعدها على طول تاني طلع في لايف في البيت وقال يا جماعة استنوا الضربة القاضية بتاعتي، انتوا جايبين لي صداع وانا مش قادر اتكلم دلوقتي. في نفس اليوم بالليل وزارة الداخلية قبضت على شاكر وهو قاعد في كافيه في القاهرة، هو ومدير اعماله. بعد ما الخبر ده نزل الناس قالت منين انت كنت مشغل الاغنيه دي وكنت بتحاول تبين لنا رساله، ومنين اتقبض عليك؟ وساعتها طلع خبر ان الناس كلها كانت بتقول ان هو طالع شاهد، ان واحد بلغ عن الناس، اكيد وزاره الداخليه هتكون عايزاه تجيبه علشان هو شاهد. ولكن مش ده اللي حصل، لان بعدها بساعات قليله على طول نزلت صوره لشاكر ومدير اعماله قدامهم ترابيزه ومحطوط فيها سلاح غير مصرح، ده غير مواد مخدره اللي بعد كده اكد فيها شاكر ان هو كان بيتعاطى المواد دي، وان السلاح ده برضه بتاعه. لحظه يا جدعان، ما كنت شاكر بقى والله ما باين عليه، ما يبانش عليه، لا ما يبانش عليه انه بتعاطى حاجه يا جدعان. صدمه، لا انا مصدوم يا منصور. يلا بقى بريحه شرابك المعفن ده. لا، والموضوع ما وقفش لحد هنا، لان ننتقل بقى من تيك توك ليوتيوب. اليوتيوب اللي هو بتكلم عليه ان محمد عبعاطي بس محمد عبعاطي. طب ليه يا عبعاطي؟ ليه يا عبعاطي يعني؟ والله انا يا جدعان من الاول كنت انا الوحيد اللي كنت بدخل فيديوهاته وما كنتش بضحك تقريبا يعني. فهو شايف واخد موضوع الشتيمه ده ككوميديا. فانت لما تاخد موضوع الشتيمه ده كوميديا،
فهيجي شخص صغير يجي يعمل كونتنت مثلا على اليوتيوب او تيك توك او كده، فهيشتم زيك ويحط صوت صفاره زيك. مش مهم انه حط صوت صفاره، المهم ان هو شتم، اخد الشتيمه ككوميديا. هيجي يقعد وسط اصحابه هيشتم، هيتعلم ان هو يشتم. فانا كنت بدخل الفيديو بتاعه، كنت مثلا ممكن ادخل الفيديو عشان خاطر جايب حد مشهور في الفيديو، مثلا الفيديو بتاع عمر فرج ومحمد فرج. فالمهم دلوقتي كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية انها عاملة حملة تنظيف للتيك توك، عشان بجد التيك توك ده كان مستنقع. دلوقتي الناس هوريكم لحظة بس، اوريكم حاجة منك لا عليها من ساعه ما دخلت التيك توك وتيك توك جاله من الاجل كله. اوعى تحط عينك عليا عشان الحكايه مش ناقصه، ولا عارف اروح عين. الله يبارك لك، خف عينك من عليا. يهمك مع احمد مطاوع القبض على محمد عبد العاطي بسبب بلاغات متقدمه ضد. طبعا شفنا الفيديوهات والالفاظ اللي كانت بتتقال، وكل الناس كانت بتستغرب هو ليه ما اتقبضش عليه لحد دلوقتي. عشان كده الداخليه قبضت عليه عشان يتم التحقيق معاه. بص يا معلم، الموضوع كان ايه؟ ان سوزي الاردنيه جت، انا سامع زيكم، فعشان بس ما حدش يمسك الكاميرا انا اقول سوزي جت في الحجز، الناس بيقولوا لها انت بتقولي الفاظ خدشه للحياه، فقامت قايله طب محمد عبد العاطي بيعمل ايه؟ قاموا بعدين جايبينه هو كمان ولا كله كوم. وجوز الست بتاعت اللي بتعمل فسيخ دي اسمها ايه؟ المهم يعني كانت هي راحت الحجز، فجوزها راح عشان يخرجها، فطلبوا البطاقه بتاعته. فاول ما شافوا البطاقه بتاعته عملوا عليها كشف، لقوا عليها يعني لقوا عليه اتهامات او مش عارف اسمها ايه كده، قاموا ساحبينه معاها دخلوه الحجز هم كمان الاثنين اتحبسوا معاه في البلاغات اللي متقدمه ضده. ده تاني واحد النهارده والبقيه تاتي. وسوزي باسم الشرطه مستنيه قرار جهات التحقيق. في رايكم بقى مين اللي جاي اللي عليه الدور؟ وصلى على يا محترمة يا بنت الأصول، شكرا على آيس كريم. أستاذ أمانة يا جماعة، ما تفوتوش فرض الصلاة، بتكلم بجد والله العظيم فرض الصلاة دوت. شكرا على آيس كريم. أستاذ علي يا محترم، شكرا يا غالي، شكرا يا محترم. انت عيل ابن، شكرا على الشتيمة يا محترم. ربنا يحفظك، شتيمتك دي فوق دماغي. ربنا يحفظك، شتيمتك دي فوق دماغي يا محترم. ربنا يكرم كل ربنا يسامحهم بقى كل اللي بيشتموا. اي حد هيشتمني انا. عمر فرج كان مسمي نفسه الداعيه عمر فرج، بس هو دلوقتي غير اسمه، فانا مش ما تدعمش، محدش ينزل ورده ولا دعم خالص. بصوا يا اخواتي، صلوا على النبي. الصلاة خير من النوم، بيقول لك المعنى اللي انا فسرتها. انا مش شيخ، بس انا بني ادم. بيقول لك خيرا من النوم، يعني ما تنامش، صلي. مش تكون يا غالي بقى يا اللي بتبعت هدايا، استغفر الله. ليه يا اخي تبعت لي هدايا؟ مش عاوز منك حاجه. ده رب دقنه يا جدعان. ام عمر ربت دقنها. فاصبح ايه؟ يعني ما ينفعش تبقى قاعد على التليفون وتسمع الاذان بتاع ربنا بيقول الله، الشيخ بيندهك للصلاة، تصلي لربنا، هو اللي هيغفر لك. بصي يا مالك بينزلوا لي دعم يا جدع يا امي، شيلي فيشه النت ده، بيدعموني، مش عاوزهم يدعموني، مش عاوزكم يا جدعان ترموني فلوس. خلاص الدعم بقى حلو دلوقتي. ما احنا قاعدين كنا بنستنى وردة. خلاص الدعم بقى مش عاوز دعم خالص. انا طالع يعني بعد كده مفيش غير احترام، والله العظيم مش هخش غير محامي. شوفوا والله بعيدا عن ان هو دمه خفيف، بس الموضوع ان دلوقتي التيك توك هينضف، يعني الدنيا هتبقى ماشيه بالاحترام. لحظه بس دي كده عشان المنظر مش لطيف، مرة بقى على المنظر. فهو التيك توك نضيف مع محجبات او بشعرهم بس محترمين. لا احترام. يا عم انا شكرتك كتير. السلام عليكم ورحمة الله. معاكي محمد بن فرج بن عباس. ازاي حضرتك يا اختي؟ الحمد لله والله يا عباسط، انت عامل ايه؟ لو بعد اذن حضرتك نلعب جولة كلام من غير احكام وقلة قيمة. طبعا الله 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 ما شاء الله. بعد اذن حضرتك يا امي يا ست الكل.
يا اللي الجنة تحت أقدامك يا أمي يا وردة الحياة. ينفع توطي الراديو؟ سلام. انا فاهمه ليه انا فاهمه ليه الهدوء ده. بس عشان أشغل قرآن والله. لا يا جدعان بصوا، بعيدا عن الهزار والكلام ده كله ما ينفعش برضه ندخل القرآن في الهزار بتاعنا. فأنا مش هكمل الفيديو بتاع بتاع محمد فرج وانا بقول كفايه كده. فلو وصلت اللحظه دي اعرف انك انسان جميل جامد فتيق فشيخ في كل حاجه، فبلاش كلمه كده عشان ما تحبسش عليها. فلو وصلت للحظه دي اعرف انك بني ادم، انسان، راجل، ست، اي حاجه في الحياه حلوه. اعمل لايك واعمل شير، اعملوا شير كتير، الريتش واقع، اعملوا شير ومش بيسمعوا الاعلان للاخر. ممكن احط لكم اعلان هنا تسمعوا للاخر، اسمعوا للاخر عشان عايز فلوس. واعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله تلحق برضه تكتب اسمك، عشان في ناس بتقول لها ما لحقتش. طب ما انت مش مفعل الجرس، فعل الجرس عشان تلحق. احب اشكر ال 200 300 لحظه عشان احب اشكر، وفي النهايه احب اشكر ال 200 300 واحد اللي اول ما بنزل الفيديو بلاقيهم جريوا على الفيديو على طول، وكل شخص بيحبني وشكرا ليكم. وبجد يعني لولا الدعم بتاعكم ده انا ما كنتش كملت في اليوتيوب. انا اللي بيخليني اكمل ان انا بلاقي منكم كومنتات بتساعدني ان انا اكمل، بلاقي منكم حاجات بتساعدني ان انا اكمل. بعيدا عن ان الريتش في الفتره دي مش احسن حاجه، ايه ده اوحش حاجه خالص، بس الحمد لله يعني غيري مش عارف يجيب مشاهدات. فلو وصلت للحظه دي ما تنساش تصلي على النبي، ولو وراك صلاه ما قضيتهاش يا ريت تروح تصلي دلوقتي، ويا ريت تدعي لاخواتنا في فلسطين. ولو مش مقاطع خلي عندك دم مقاطع، وهفضل اقول لك كده كل فيديو لحد ما يتحرك جواك كده مشاعر، وتبتدي انك ايه وتبتدي انك يبقى عندك دم وتقاطع. عايز اكلمكم على موضوع بقى معاذ صاحبي قرفني فيه. بص يا معلم دلوقتي انا هشاهدكم، بس اللي عايز يكمل اللي مش عايز يكمل هو الفيديو خلص كده، انا بقى هتكلم في موضوع تاني. بص يا معلم، معاذ صاحبي دلوقتي المفروض ان احنا كنا بنتكلم امبارح في موضوع ايه، الموضوع المقاطعه. فانا بقول له الشخص اللي بيجيب بضاعه في المحل بتاعه من المقاطعه ده بيشيل ذنب، ولما واحد يروح يشتري منه بيشيل ذنب. فالشخص اللي فتح المحل ده بيشيل ذنبين، ذنب ان هو راح اشترى من الحاجه ديت من الشركه، وذنب ان في ناس خلى الناس تشتري من عنده، فهو كده شال ذنبين. والشخص اللي راح يشتري ده كمان شال ذنب، والناس اللي شغالين في الشركه ذات نفسهم، لان هم بتلف وتروح يضربوا في اخواتنا. فهو بقول له دي سيئه وسيئه جاريه، وده انت بتشيل ذنب. لقيته بيقول لي لا ده تجاره، والتجاره ما فيهاش الكلام ده، هو تاجر بيروح يجيب الحاجه يحطها في المحل عنده وانت بتروح تشتري، ما هو ممكن ما تشتريش من عنده. فبعدها لقيته بيقول لي ايه ده انت بتشتري، اللي بيشتري هو اللي عليه الذنب. قلت له طب حلو، قال لي ايه، قلت له طب ما هو صاحب المحل بيروح يشتري. هو بقى فضل يزعق، وانا الصراحه دماغي بتوجعني منه. فشوفوا حل في الموضوع ده عشان انا دماغي وجعتني منه. وبس كده، اشتموه في الكومنتات عشان خاطر هو ما بيسمعش الكلام.